الناس اللي بتحب النسكافيه وبتحب القهوة وبيحبوا أي حاجة فيها طعم نسكافيه أو قهوة، هنعمل النهاردة حاجة ليهم. هنعمل النهاردة كيكة نسكافيه أو حالة نسكافيه، لأنها من غير فرن ومن غير بيض وبمكونات كلها على البارد، وكل فترة كده لازم أعمل منها عدل مزاجي بيها. ممكن كمان تتعمل من غير القهوة ولا حاجة. بس قبل ما نبتدي الفيديو، لو أول مرة تشوفوني، أنا اسمي نادية. ما تنسوش تشتركوا في القناة ولايك وشير لو عجبكم الفيديو. هنبتدي أول حاجة بتجهيز الصوص بتاعنا. هنحتاج 4 كوبايات من الحليب، 4 معالق كبيرة من النشا، 3 معالق كبيرة من الكاكاو خام، معلقة كبيرة من النسكافيه أو أي قهوة سريعة الذوبان، وده طبعا اختياري كده كده. كوباية من السكر، والكوباية دي ممكن تقل أو تزيد، ولو هتستخدموا كاكاو مسكر يبقى ممكن نقلل السكر. رشة ملح وشوية من الفانيليا كده. هنقلب بقى المكونات دي كده كلها على البارد لحد لما النشا والكاكاو يدوبوا كده، ميبقوش متكتلين. ونرفعهم على نار متوسطة مايلة للهادي، ونستمر في التقليب كده. هنحط عليهم معلقتين من الزيت عشان يدي لمعة كده للصوص بتاعنا، لحد لما قوامه يتقل كده. هو على فكرة مش هيبقى تقيل قوي، هيبقى قوامه خفيف، مش هيبقى سميك. احنا عاوزين القوام يبقى كده اهو. عاوزين تزودوا عليه علبة قشطة زودوا عليه علبة قشطة، مفيش اي مشكلة. هنجهز بقى الحاجة اللي هنسقي فيها البسكوت. هنحتاج كوباية من الحليب، معلقة كبيرة من السكر، ومعلقة كبيرة من النسكافيه، وهنقلبهم مع بعض لحد لما ندوب السكر والنسكافيه في الحليب. الحليب بارد من التلاجة. وهنحتاج كمان اي نوع بسكوت، استخدموا بقى بسكوت ميري، بسكوت لوتس، بسكوت اي حاجه. ان شاء الله هتستخدموا بسكوت اوريو. انا مستخدمه جراهام كراكرز عادي جدا، بسكوت عادي جدا مفيهوش اي حاجه، يعني بسكوت شاي عادي. هنقلبه بس كده في الحليب كده تقليبه علشان يطرى معانا، ونرصه في الصينيه. الكميات دي الصينيه مقاس من 24 ل 26، وممكن اكبر من كده وممكن اقل من كده على حسب كميه البسكوت بتاعتكم. هنحط طبقه من البسكوت وطبقه من الصوص، بس بعد ما الصوص ما يهدى ويبرد خالص، ما يبقاش سخن. ما يتحطش على البسكوت وهو سخن علشان ما يتحولش لسيريلاك. فهناخد بالنا من النقطه دي. لو عمل وش ولا اي حاجه بالويسك كده تقلبوه وهو بارد، تقلبوه كده وتضربوه ضربه، هيفك معاكم على طول، وتاخدوا منه وتحطوا. المهم يكون بارد فوق البسكوت، وهكذا لحد لما نخلص الكميه كلها. اخر حاجه خالص بنحط بقيه كميه الصوص. ما نغرفش في الاول كتير، نسيب حبه كتير شويه للاخر علشان نغطي بيها الصينيه والبسكوت. ونداري بقى اي حاجه، اي قطعه مكسوره بتاع دي لازم تتغلف تمام. حطها في التلاجة بقى شويه، نص ساعه ولا حاجه، على ما نجهز الجناش بتاع الشوكولاته. نص كوبايه من الكريمه، وكميه متساويه يعني من الكريمه والشوكولاته، ونص كوبايه من الشوكولاته. الكريمه يعني كريمه لباني او كريمه خفق او كريمه حلويات او كريمه طبخ. لو مفيش كريمه يبقى نص كوبايه من الحليب ومعاها قطعه زبده. نسخنها كده على النار ونحطها فوق الشوكولاته ونقلب بالراحه، هتاخد وقتها لحد لما تدوب خالص كده، متستعجلوش عليها. كده الجناش بقى جاهز معانا، بس يهدى برضو شويه علشان ميبقاش سخن ولا حاجه، ونحطه فوق الكيكه على طول. الكيكه دلوقتي بردت، والطبقه اللي فوق دي مسكت نفسها كده شويه، بقالها نص ساعه في التلاجة، والكريمه اللي احنا عملناها هديت، دافيه على خفيف. وبس كده. هندخلها التلاجة كمان شوية، نص ساعة ولا ساعة، ولو عاوزينها تبقى ماسكة نفسها وقطع على بعضها، هتدخلوها التلاجة ممكن ساعتين 3 ولا حاجة. أول ما تطلع بتزينوها بقى. نزينتها ببودرة الكاكاو، ممكن تزينوها ببشر شوكولاتة أو بأي حاجة، ممكن تسيبوها زي ما هي. الكاكاو ده خام على فكرة، بس اللي ما بيحبش الكاكاو الخام يحس إنه مر ما يستخدموش كتير وما يزينش بيه. أنا ما سبتهاش كتير في التلاجة فتبقى سايحة كده.
يعني يبقى الصوص سايح كده كده، بتبقى جميلة طبعا. رهيبة، مش هتاخد منكم يعني ساعة عمايل بالكتير، نص ساعة ساعة وتكون جاهزة. وحتى مش تقعد في التلاجة وقت طويل، متقعدش في التلاجة 20 سنة، على طول كده جاهزة. الصوص أصلا يعني ماسك نفسه، مش وهو أول ما بيبرد بيبتدي يمسك نفسه، فيدوبك تدخل التلاجة كده تمسك نفسها شوية بتبقى جاهزة معانا. طعمها حلو قوي ومرضية ولذيذة. ممكن تستغنوا عن النسكافيه أو القهوة، يعني زي ما انتوا عاوزين، وتعملوها كده بالشوكولاتة خلاص تبقى تحفة. وبس كده. أتمنى أن الفيديو يكون عجبكم، ما تنسوش تجربوا الوصفة وتقولي إيه رأيكم فيها، واشوفكم ان شاء الله المرة الجاية بفيديو جديد.